الكلام اللي مكتوب هنا حرفيا هيخليك تعمل خطاب تحفيزي قوي جدا، يقدروا بيه ان هم يقبلوك في اي منحة، او سواء كنت مقدم على مدارس ستيم حتى لو انت ما عندكش انجازات حقيقية. اهلا بيكم في فيديو جديد، معكم علي، وفي الفيديو ده هتكلم عن الخطاب التحفيزي اللي هو الموتيفيشن ليتر، وازاي اصلا بيتكتب وكل الحاجات اللي موجودة فيه وكل الفقرات بتاعته. حتى لو متعرفش يعني ايه موتيفيشن ليتر، فهات بس ورقة وقلم وتعالى اكتب ورايا كل الخطوات دي وهتعرف يعني ايه موتيفيشن ليتر. وكمان بعد الفيديو ده مش هتحتاج اي تفاصيل تانية بحيث انت تكتب موتيفيشن ليتر قوي جدا، سواء بقى كنت هتقدم على منحة او كنت هتقدم على مدارس ستيم، فهيفيدك جدا. وطبعا ما تنساش ان الموتيفيشن ليتر ده بيكون عليه نسبة كبيرة جدا من القبول. يعني لو انت بتقدم على منحة بيكون عليه حوالي 20% من نسبة القبول، ولو انت بتقدم على مدارس ستيم فبيكون عليه حوالي 10%. فهو مهم جدا جدا جدا، وكمان لازم تضمن العشرة او ال20% دول علشان تقدر تتقبل في المنحة دي، ويكون فرصتك أعلى من ناس كتير مقدمين على نفس المنحة أو على نفس المدرسة بتاعتك. خلينا بس الأول كده نفهم يعني إيه موتيفيشن ليتر. الموتيفيشن ليتر ده بيكون عبارة عن خطاب أنت بتشرح فيه أنت مين، وإيه مميزاتك، وليه عايز تقدم على المنحة أو المدرسة دي، وإيه أهدافك كمان. بس خلي بالك الموتيفيشن ليتر ده مش سي في، لأن السي في بيعرض إنجازاتك بس. حرفيا أنت بتقول لهم في السي في أنا خدت شهادة كذا وكذا وكذا، وشاركت في مسابقة كذا، فده كده السي في. اما الموتيفيشن ليتر انت بتحكي قصتك وطريقه تفكيرك وكمان شغفك. يعني مثلا هندي مثال، لو انت مثلا بتحب العلوم، فانت في السي في هتقول لهم انا بحب العلوم، وتقول لهم الشهاده اللي معايا كذا. اما لو انت بتكتب موتيفيشن ليتر هتقول لهم تحكي قصه، تقول مثلا انا كنت في موقف كذا فتعرضت لحاجه معينه، فالحاجه دي خلتني احب العلوم. وده فرق كبير جدا بين السي في والموتيفيشن ليتر. فقبل بس ما نبدا ونقول ايه الفقرات اللي موجوده في الموتيفيشن ليتر، خلينا بس نعرف شكل الموتيفيشن ليتر بيكون عامل ازاي. الموتيفيشن ليتر ده بيكون حاجه رسميه انت بتقدمها، فما ينفعش ترغي كتير. حرفيا انت هو بيكون مثلا من صفحه لصفحتين، فلو انت عندك انجازات كتير وحاجات تستحق الذكر بقى وكده فيبقى صفحتين. لو غير كده فخليها صفحه افضل، بحيث ان هو يكون مختصر. وكمان اللي بيقيم الموتيفيشن ليتر بتاعتك او الخطاب التحفيزي بتاعك ما يزهقش منك وما يزهقش من طريقة كلامك وكده. وكمان في حاجات تانية واحنا نقولها في الفقرات تخلي اللي بيقرأ يبقى عايز يكمل قراءة وكده. فأهم حاجة ما يكونش طويل اطول من صفحتين. وكمان انا قلت لك ان هو حاجه رسميه، يعني ما ينفعش تستخدم بقى ايموجيز وحاجات تخلي اللي بيقرا يقول مين الهايف اللي عامل الحاجه دي. فهو حاجه رسميه بتكون حرفيا ساده كده من غير اي لعب ولا اي براويز ولا اي حاجه. يدوب بس خط مناسب وحجم خط مناسب كمان، وبس ما تقعدش تلعب في اي حاجة تانية. ما تقعدش تغير بقى حاجة ولا تعمل فريم ولا تعمل لون ولا اي حاجة. حرفيا بيكون ورقة بيضة الكلام مكتوب بالاسود وبس حرفيا. فخلينا بقى نبدأ ايه الفقرات اللي موجودة في الموتيفيشن ليتر. فاحنا نقسمهم لست فقرات، واول فقرة فيهم بتكون الانترو او الانترودكشن. والانترودكشن دي يا دوب انت بتعرف فيها بس، تقول انت مين وليه بتقدم على المدرسة دي او بتقدم على المنحة دي. فحرفيا انت بتقول لهم انت مين وبتعرفهم بنفسك. فاكيد بقى مش هتدخل دخلة تقليدية مثلا تقول لهم انا علي، انا طالب، my name is علي I am a student. اكيد مش هتعمل كده. لا، انت في الاول بتدخل لهم دخلة كويسة بحيث ان اللي بيقرأ ما يقولش انا ما اعرفكش اصلا. يعني انا لو قلت له انا علي، هيقرأ يقول علي مين، انا ما اعرفكش، فممكن يتقفل ويقفل الخطاب ما يكملهوش ويرفضك. فلا، انت بتحاول من الاول انت تجذبه ليك. مثلا ممكن تقول له انا كنت قاعد، تحكي له قصة. هو يعني الموضوع كله خليه في شكل قصة كده، بحيث ان اللي بيقرأ يكون مستمتع بالقراءة ويكمل القراءة لحد الاخر. قول له مثلا انا كنت قاعد حصلت مشكلة كذا فحاولت ان انا احلها وحلتها. وبعد كده بقى بتعرف نفسك وتقول كمان ايه اللي دفعك ان انت تقدم على المنحة او على المدارس دي او على مدارس ستيم. بتقول ايه اللي دفعك ان انت تقدم على الحاجة دي، فاللي هو انت بتعرف تحل مشاكل وكل الحاجات دي، فبتكتب له كده. اهم حاجة بقى في اول فقرة دي اللي هي الانترودكشن ان هي ما تكونش طويلة. يعني مثلا ما تعديش 5 6 سطور. ما تقعدش بقى تكتب وترغي بقى كتير كتير كتير. لا، انت بس زي ما قلنا هتديله نبذة بسيطة كده في الأول إن أنت بتعرف تحل مشاكل عموما. لو عندك مثال اكتبه، ما عندكش مثال قول له كده إن أنت بتعرف تحل المشاكل وعايز تحول الحاجات اللي هي بتكون مشاكل بتحب ان انت تشوف حلولها وكده. وبعد كده قول له انت مين وسنك واللي انت بتقدم على المدرسة دي وان انت ايه اللي دفعك اصلا ان انت تقدم على المدرسة دي او على المنحة دي. بالنسبة لتاني فقرة وهي فقرة انت ليه بتقدم على المنحة او ليه بتقدم على ستيم. وهنا بقى في الفقرة دي بتكون من أهم الفقرات. ليه بقى؟ لأن أنت حرفيا بتقول له أنت إيه أصلا الحاجة اللي مخليك عايز تدخل المنحة دي أو عايز تدخل ستيم. وهنا بقى ما ينفعش مثلا تقول له أنا بحب ستيم علشان هي مدرسة كويسة والتعليم فيها كويس. طب ما ده كلام عام وأي حد ممكن يكتبه
وكل اللي هيكتبوا كده حرفيا هيستبعدوهم اصلا. فلا، انت بقى بتبدأ تقول له ان انت المدرسة دي كويسة ليه، لان هي متناسبة مع طريقة تفكيرك، وان انت شخص بتحب البروجكت بيزد ليرنينج، وان انت بتحب ان انت آه، ما تحفظش بس معلومات، وان انت تقعد تطبق كل الحاجات اللي انت بتتعلمها، وان انت تشتغل في فريق مع فريق وتيم وكده. وان انت يعني بتقول له حرفيا تشوف ايه مميزات المدرسه اللي انت عارفها، وزي اللي انا قلتها في فيديو المميزات، مميزات مدارس ستيم وكده. هتشوف كل الحاجات دي وتربطها بشخصيتك. انت مثلا تشوف المدرسه دي مميزه في كذا، يعني مدرسه ستيم مميزه ان فيها مثلا تيم وورك، يعني بنشتغل في تيمات علشان نعمل مشاريع وكده. فانت تقول له انا بحب كده، حتى لو انت بتحبش كده يعني، حب كده من دلوقتي حرفيا. فاقول له انا بحب ان انا احل المشكلات، واحب ان انا اشتغل في تيم مع ناس وكل الحاجات دي، بحيث ان هو انت ترسم له حتة ان انت بتقدم على مدرسة انت عايزها، علشان هي مدرسة كويسة وكمان متناسبة مع شخصيتك، مش مجرد ان هي مدرسة كويسة بس، علشان تقنعه اكتر ان انت عايز تدخل المدرسة دي. ولو ما فهمتش فانا هقول لك مثال قوي جدا ممكن تكتب زيه. تكتب له مثلا: من اهم اسباب اهتمامي بمدارس ستيم انها تركز على تطبيق المعرفة في حل المشكلات بدلا من مجرد حفظ المعلومات، وهذا يتناسب مع شخصيتي جدا. ويعني اكتب له حاجات زي دي. هي دي الحاجات اللي انت بتربط له الحاجة الموجودة في المدرسة وهي ميزة فعلا في المدرسة بحاجة مربوطة في شخصيتك. ده كده مثال ممكن تكتبه او تكتب زيه حتى، علشان تحسن من تاني فقرة عندك، وهي انت ليه بتقدم على المدرسة اصلا. هنروح بقى لتالت فقرة، وهي الاتشيفمنتس والاكسبيرينس. والفقرة دي انت بتقول له انت عملت ايه لحد اللحظة اللي انت جاي تقدم فيها دي. يعني حرفيا انت عملت ايه قبل كده، ايه انجازاتك في الحياة اللي انت عملتها. فهتقول له مثلا: انا قدمت على مسابقة كذا، انا دخلت مشروع كذا، انا عملت كذا، انا عملت كذا، انا عملت كذا. بس اهم حاجة في الفقرة دي بالذات ما تكتبلهوش، ما ترسلوش شهادات، يعني ما تقولوش انا كسبت جايزة كذا اي 1 مش عارف ايه وايه وايه، ما هو مش عايز كده. انت حرفيا بتكتب له انت استفدت ايه من الحاجه دي. يعني مثلا لو انت قدمت على مسابقه معينه، فالمسابقه دي انت اخدت فيها مركز، فبتقول له انا قدمت على المسابقه دي واتعلمت في المسابقه دي ان انا اعمل كذا وكذا واستفدت جدا، واتعلمت ان انا يبقى عندي صبر وكده. وكمان حاجه مهمه، لو انت بقى ما دخلتش مسابقات وما عندكش انشطه عملتها قبل كده، فما تخافش برضو، هقول لك طريقه تانية تكتب بيها، وهي انك تكتب له ان انت عملت مشروع مثلا، والمشروع ده فشل، بس ان انت اتعلمت من ورا المشروع ده حاجات تانية، ان انت اتعلمت الصبر. اتعلمت مثلا لو انت كنت دخلت المشروع ده مع تيم مثلا او كده، تقول له اتعلمت الصبر، اتعلمت ان انا اشتغل مع تيم. فحرفيا انت كده بتقول له على سكيلز موجودة عندك من الحاجة اللي انت فشلت فيها اصلا. يعني انت دخلت مسابقة ما كسبتهاش، فانت مش عارف تكتب له ان انت كسبتها، فخلاص اكتب له ايه اللي انت اتعلمته من وراها. فده بجد هيخليه، يعني لو انت ما كسبتش فهيخليه عنده سقف توقعات منك ان انت عندك سكيلز جامده، وهيخليه يرسم فكره ان انت شخص جامد وعندك سكيلز وتعلمت حاجات كتير. وحتى لما بتفشل وبتغلط في حاجات ما بتراجعش بقى وتقول انا خلاص فاشل وكل الحاجات دي. وهيفهمه كمان ان انت عندك صبر كبير جدا وكده، فاكتب كده. وده بالظبط نوع التفكير اللي بيكون مهم جدا سواء في ستيم او في منحه، وده نوع الطلاب كمان اللي هم بيكونوا عايزين يختاروهم علشان يقبلوهم وكده. فده بيديهم فكرة ان انت حتى شخص لو انت بتفشل وكده، فانت عندك قابلية ان انت تتقبل الهزيمة بتاعتك او الفشل بتاعك ده وبتتعلم منه، فبالتالي بعد كده مش هتفشل. بالنسبة لرابع فقرة، وهي فقرة what makes you different. والفقرة دي انت بتقول لهم انت مميز عن الباقيين اللي مقدمين معاك على نفس الحاجة او على نفس المنحة او على نفس المدرسة في ايه. فبتقول له ان انت شخص مثلا طموح، ان انت شخص لما بتفشل بتحاول من تاني، ان انت شخص مثابر، ان انت شخص، يعني بتقول له كل الحاجات دي. بس ما تقولوش بقى I am smart و I am مش عارف ايه و I am ambitious وكل الحاجات دي. لا، انت بتقول له الحاجة دي بس بتثبتها بموقف، يعني بتثبت له الصفة اللي عندك. انت المفتاح بتاعك في الخطاب التحفيزي او الموتيفيشن ليتر ان انت ما تقولوش انا كذا انا كذا انا كذا انا كذا. طب هو هيصدقك منين؟ طب ما انا ممكن اكتب له اجمد حاجات في التاريخ واكتبها ان هي فيا وهي اصلا مش فيا. لا، انت بتثبت له الحاجة دي بموقف. قول له كنت في موقف كذا وحصلت مشكلة كبيرة ومش عارف ايه، وانا حاولت احلها وحلتها. يبقى انت كده شخص بتعرف تحل المشاكل. كده هو خد يعني من الموقف اللي انت حكيته، هو خد عنك فكرة ان انت شخص بتعرف تحل مشاكل.
تقول له في مره تانية ان انت كنت داخل مشروع زي ما احنا قلنا في الفقره اللي فاتت، برضو كنت داخل مشروع كذا وفشل مني واتعلمت منه كذا وكذا وعملته تاني فنجح. فهو كده فهم فكره ان انت شخص مثابر، يعني ما بتستسلمش، بتحاول من تاني ومن تاني ومن تاني. ده كده بالنسبه لرابع فقره. فتعالى ننتقل على خامس فقره، وهي فقره الفيوتشر جولز. وبالنسبه للفقره دي فهي بتكون بعد بقى ما انت قلت لهم انت مين وايه اهدافك وليه عايز تقدم على المدرسه دي، وقلت لهم كل الحاجات دي، انت دلوقتي بقى تتكلم عن المستقبل. طب افرض بقى احنا قبلناك في ستيم او في المنحه دي، انت بقى هتعمل ايه بعد كده؟ فبتقول لهم انت ناوي تعمل ايه. بس ما تقعدش بقى تفخم في نفسك وتقول بقى I will change the world وحاجات ما بتتفهمش. لا، قول لهم ان انت عايز تدخل المدرسة، عايز لما تدخل تطور مهاراتك، تطور التعامل مع اصحابك، تكتسب سكيلز جديدة زي كذا زي كذا زي كذا. وكمان لو تقدر تقول لهم المجالات اللي انت مهتم بيها في المستقبل وكده. قول لهم لو انت مثلا مهتم مثلا بالطب، مهتم بالهندسة، مهتم بالذكاء الاصطناعي، مهتم بالحاجات دي، قول لهم برضو ده هيحسن من الفقرة دي عندك جامد. وكمان لو انت لسه مش مهتم بأي حاجة من الحاجات دي، فقول لهم في العموم ان انت عايز تحسن مهاراتك، عايز تطور من نفسك، عايز تتعلم التيم وورك، عايز تتعلم البروبلم سولفينج. يعني كل الحاجات دي، حل المشكلات، وان انت بتشتغل في تيم مع اصحابك وكده، وكل الحاجات دي هتخلي الموتيفيشن ليتر بتاعتك والفقره دي بالذات اللي هي بتاعت الفيوتشر جولز تكون كويسه جدا جدا جدا. وانا كعلي كتبت الفقره دي، فهديكوا المثال اللي انا كتبته وممكن تكتبوا زيه. مثلا ممكن تكتب له مثلا: آمل أن يساعدني الالتحاق بمدرسة ستيم على تطوير المهارات العلمية ومهارات حل المشكلات التي أحتاجها لتحقيق أهدافي الدراسية المستقبلية والمساهمة في حل التحديات الواقعية. يعني دي مثلا ده مثال للي انت بتكتب له ايه الفيوتشر جولز بتاعتك لو انت ما عندكش اي شغف في اي مجال. يعني اللي انا كتبته ده يعني حاجة عامة كده شوية، بس مش عامة قوي برضو. يعني ما تكتبلوش حاجات في العموم بقى اللي هو انا هغير العالم وكل الحاجات اللي بتكون صعبة موت دي، الا بقى لو عندك اثبات. يعني لو عندك اثبات ماشي اكتب له اللي انت عايزه، بس لو ما عندكش اثبات فخليك في الحاجات الخفيفة اللي هو يقتنع بيها وكده. بس تعالى بقى نروح للفقرة الأخيرة، وهي سادس فقرة، وهي الكونكلوجن. والفقرة دي ما ينفعش تكون طويلة خالص خالص. الفقرة دي انت بتقول فيها، بتلخص بقى كل اللي انت كتبته فوق كده بطريقة بسيطة خالص. وبتقول له مثلا ان المنحة دي او ان ستيم دي مش مجرد مدرسة انت بتدرس فيها بس، لا هي مجرد فرصة ليك ان انت تغير من طريقة تفكيرك وان انت تحسن مهاراتك وبس. حرفيا وبس، ما تقعدش تطول في الفقرة دي زيادة عن اللزوم. خلصنا كده كل الفقرات. تعالى بقى اقول لك على 5 اخطاء لازم تتجنبهم علشان ما تبوظ الموتيفيشن ليتر او الخطاب التحفيزي اللي انت كتبته ده بعد ما تعبت فيه. وبالنسبه لاول خطا، وهو الكلام العام. يعني مثلا ما تقولوش I love science، انا بحب العلوم. اشرح له ليه. ما تقولوش حاجه عامه، قول له انت بتحب الحاجه دي ليه. بالنسبه لتاني خطا، وهي المبالغه. ان انت بقى ما تقعدش تفخم في نفسك وتقعد تعظم في نفسك بقى وكل الحاجات دي، علشان ما فيش شخص ما فيهوش اخطاء. يعني باين برضو ان انت شخص بتغلط عادي وبتحسن من نفسك وكده، بس ما تبينوش ان انت شخص بقى معصوم من الخطأ وان انت مفيش منك اتنين والكلام ده، علشان برضو ما يحسش بشعور اللي انت بتبالغ زيادة عن اللزوم. بالنسبة لتالت خطأ، وهو انك ما تحولش الموتيفيشن ليتر او الخطاب التحفيزي بتاعك لسي في. انت مش بتقدم على شغل، لا انت عايز تديله نيتك من الحاجه اللي انت بتعملها دي او الحاجه اللي انت بتقدم عليها. ما تقعدش بقى تحول الموضوع لسي في وتكتب له شهادات وتدي له قائمه شهادات وكل الحاجات دي، لان هو مش محتاج كده خالص. رابع خطأ، وهو الاخطاء اللغويه. لو انت بتكتب مثلا بالانجلش وكده، خلي بالك من الجرامر والسبيلنج. ولو بتكتب عربي برضو خلي بالك من الكلام عموما ومن التشكيل ومن الحاجات دي عموما، علشان مهمه شويتين ثلاثه. يعني بالنسبه بقى الخامس خطأ، وهو مش هيكون خطأ، هو هيكون قاعده ذهبيه. لو عملت بيها خلاص اضمن ان الموتيفيشن ليتر او الخطاب التحفيزي بتاعك بقى مقبول قبل ما تقدمه اصلا. وانك ما تقول لهمش انت مين، عرفهم انت مين او وريهم انت مين. don't tell them who you are, show them who you are. حرفيا لو قلت لهم ان انت حلو في كذا وكذا 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 من غير ما تديهم اثبات او توريهم مواقف تثبت كلامك، يبقى انت ما عملتش اي حاجه. وبس كده، ده كان بالنسبه لكل الحاجات المطلوبه منك في الخطاب التحفيزي. فعلشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده، حد بقى يكتب في الكومنتات تحت ملخص الحاجات اللي انا قلتها او الست حاجات اللي انا قلتها، وكمان الاخطاء اللي نتجنبها وكده. وكمان لو محتاجين مساعده في الموتيفيشن ليتر وكده، فانا هسيب لينك انستجرام بتاعي تحت. لو حد محتاج اي حاجه يبقى ابعت لي عليه، وباذن الله هرد عليه يعني. بس يعني لو ما ردتش مثلا في خلال 12 ساعه ابعت تاني، عشان بيبقى فيه كتير بيبعتوا كده وبتكلم مع كتير،
علشان بس ما تقولش ان انا ما بردش عليك وكده، فيبقى ابعت تاني بعد 12 ساعه لو انا ما ردتش يعني، لو بقى. فبس كده، ده كان بالنسبه للفيديو النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب في القناه، وكمان تكتب لي في الكومنتات انت محتاج الفيديو الجاي يكون عن ايه. وكمان لو عندك اي اسئله ومش عندك انستجرام ممكن برضه تكتبها في الكومنتات. وبس كده، اشوفكم فيديو جديد. سلام.